ازيكم عاملين ايه؟ اللحمة المفرومة والكفتة حواراتها كترت يا جماعة. الطريقة دي انا شفتها بتتعمل في الاير فراير، بس انا ما عنديش اير فراير فقلت اعملها في الجريل. سهلة وسريعة وتحفة زي كل وصفاتنا. تعالوا النهاردة نشوفها مع بعض، واقول لكم على الغلطة اللي انا عملتها عشان ما تعملوهاش زيي. احلى سندوتش كفتة مشوية في البيت، كأنك جايبه من عند الحاتي. ظبطوا كده، وهاتوا بقى اللحمة المفرومة بتاعتكم وتعالوا نعملها مع بعض. بصوا بقى الطحينة، والله شغل عالي، شغل فنادق. تحفة وساندوتش مشبع، ينفع غدا، ينفع في أي حاجة. يلا بصوا بقى، بصلاية مبشورة، طماطماية مبشورة، وبقدونس. هنا ده طبق السلطة، طماطم متقطعة شرايح وفلفل وبقدونس، عليهم رشة ملح وفلفل ورشة سماق. السماق بقى يا جماعة بيدي السلطة دي ريحة، السلطة بتاعت الحيتي، سلطة الشوي. تمام، بيخلي ريحتها حلوة جدا. يعني رشة السماق دي بتغير طعم السلطة دي، خلاص بتقلب كأنك شاري الأكل من بره، والله بدون مبالغة. وممكن ما تجيبوش كمية كبيرة، يعني هاتوا كمية صغيرة وخلوها في البيت. هنا بقى بنزل البقدونس على الطماطم على البصل، وبقلب باللحمة معاهم كويس جدا جدا، وبحطها في التلاجة تتشمع ساعتين. وعليهم البهارات، ملح وفلفل وشوية 7 بهارات. وهدعكها كده في بعض كويس قوي قوي قوي، حطها في التلاجة تتشمع. بعدين هعملها. خلاص هي هنا كانت اتشمعت، اخدها بقى افردها في الجريل واوزعها في الجريل كله. معلش لو صوتي متغير، عندي برد اليومين دول ومش قادرة. خلاص فردتها كلها في الجريل كده، او في الطاسة او في الصينية او اي حاجة. هي الفكرة ان انا بعد كده ندمت ان انا عملتها في الجريل، قلت يا ريتني كنت عملتها في الفرن، كان هيبقى الموضوع ألطف يعني. انا شفتهم بيعملوها كده، بيقسموها كده ايه، رايح جاي كده، فقلت اعمل زيهم، يلا اشمعنى انا. هنا بقى كانت الغلطة، انا جيت اقلبها على الوش التاني عشان تتحمر من الوشين. اتكسرت مني، ولعت لها فحمية طبعا وهغطي عليها عشان ريحتها تبقى ريحة شوي شوي بقى. بصوا مع انها اتكسرت بس طالعة تحفة، طالعة تحفة ومشوية وريحتها كانت قلب البيت. بجد مش قادرة اقول لكم قد ايه خطيرة وقد ايه سهلة وما خدتش وقت. خلي بالكم انا مش ببقى قصة حاجة من الفيديو، يعني هي ما خدتش على النار يمكن ربع ساعة ووصلت للمنظر الجميل ده. الطحينة بتاعتنا اهي، ماشي. و... وادي السلطة، ودي بقى حلاوتها تتاكل بعيش. عايزين تعملوا جنبها مكرونة، عايزين تعملوا جنبها شوية رز بقى بسمتي مبهر اصفر، في كل الاحوال هتبقى حلوة. بس هي في رغيف كده سخن، وعليها معلقة الطحينة وعليها السلطة، بجد ما تتفوتش ما تتفوتش، ولا كأنكم قاعدين عند أحسن كبابجي. وبألف هنا وشفا. تابعونا ولايك وشير، ومعاكم وصفات سهلة وسريعة دايما.